بركة حياتنا ونور بيوتنا، صحتهم أمانة في رقبتنا. أهلا بيكم في المهم الصح. إيه دور العيلة في تحسين نفسية كبار السن اللي عندهم اكتئاب؟ مشكلة الاكتئاب إن هو بيأثر على جودة الحياة عند كبار السن، وبيأثر على تواصلهم مع الآخرين، وبيأثر كمان على التفكير وعلى الذاكرة. أي مسن يصاب بالاكتئاب لازم العرض على الطبيب مباشرة، وإحنا اتكلمنا في الحلقة اللي قبل كده عن أعراض الاكتئاب عند كبار السن. فأي مسن يصاب بأي من هذه الأعراض لازم يتعرض على الطبيب، ونخص طبعا بالذكر أعراض الاكتئاب الشديد اللي هي إيه؟ اللي يبتدي يظهر على المسن أعراض جسدية. الحاجة التانية يبتدي يبقى فيه ميول انتحارية، أو يتكلم كتير عن الموت، أو يقدم فعلا على الانتحار، أو يبقى فيه مثلا شكوك، يبتدي يظهر عند المسن المصاب بالاكتئاب ده شكوك أو هلاوس. لا، ده اكتئاب من الدرجة الشديدة ولازم يتعرض على الطبيب مباشرة. طيب، ايه دور بقى العيله في تحسين نفسيتهم؟ مهم جدا ان احنا نقدم لهم الدعم النفسي. لازم احسسهم دايما اني معاهم، واني في ظهرهم، واني بساندهم. لازم اشوف دايما متطلباتهم الماديه، متطلباتهم الجسديه، متطلباتهم النفسيه. لو هو محتاج مثلا حاجه ماديه لازم اساعده، ولازم ابقى دايما سند ليه، ودايما ابقى في ظهرهم. دايما اسمع لهم واشجعهم ان هم يتكلموا ويعبروا عن رايهم ويعبروا عن اللي جواهم. الكلام ده مهم جدا. احاول اجد لهم دور بديل في المجتمع. كبار السن كتير اما بيطلعوا على المعاش بيحسوا ان هم ما بقاش ليهم دور، ما بقاش ليهم لازمه، فدي من الحاجات اللي بتصيبهم بالاكتئاب. فحاول اجد له دور بديل، زي مثلا ايه؟ زي رعايه مثلا الاحفاد. لو هو حابب كده ممكن يفتح مثلا مشروع صغير، لو هو عنده القدره الماديه والقدره البدنيه. فدي برضو حاجة كويسة. أولا هتشغله، وفي نفس الوقت هتحسن مزاجه، وفي نفس الوقت حاجة هيشغل فيها مخه وهيشغل فيها وقته. مهم جدا نبعد برضو عن العزلة، واشجعهم على الخروج وعلى التواصل الاجتماعي وعلى المشاركه في الانشطه المجتمعيه. دي مهمه جدا، دي بتحسن نفسيتهم، ودي برضو بتحسن الذاكره وبتحسن التركيز. اشجعهم على زياره الاهل والاقارب، والاهل والاقارب يجوا لهم برضو في البيت ويزوروهم، الناس اللي هم بيحبوها، العمام، الخلان، الاصحاب، الناس اللي في سنهم، ان هم يقعدوا ويتكلموا معاهم. ده يحسن مزاجهم وفي نفس الوقت ينشط مخهم، وكويس جدا من الناحيه النفسيه بالنسبه لكبار السن. اشجعهم برضو على ممارسه الرياضه زي المشي مهم جدا، ومن الحاجات اللي بتحسن جدا المزاج. اهتم جدا بصحه كبار السن. لازم علاج الامراض المزمنه، اللي زي ما قلنا قبل كده السكر، ومثلا ومشاكل العظام زي مثلا خشونه المفاصل والاورام، من الحاجات اللي ممكن تصيب كبار السن بالاكتئاب نتيجه الالام الشديده. لو عنده مشكله في السمع والنظر لازم تتحل. فقد السمع او مشاكل السمع والنظر بتصيب كبار السن بالاكتئاب. الحاجه الثانيه برضو لازم اراجع الادويه مع الدكتور. بعض الادويه ممكن تعمل اكتئاب زي الكورتيزون، وبعض ادويه الضغط. في الحالات دي لو هي السبب ممكن نغير مثلا دواء الضغط عشان نحسن نفسيه كبار السن. مهم جدا اظهر لهم الحب والاهتمام، وان انا متضامن معهم في كل الاوقات وفي كل المناسبات. برضو في الاعياد مثلا لازم ابقى معاهم، لازم اقدم لهم الهدايا. كل الحاجات دي بتشعرهم ان احنا بنحبهم، وان احنا جنبهم، وان احنا سند ليهم، وان احنا ظهر ليهم. فدي من الحاجات اللي بتحسن جدا نفسيتهم. وبتمنى لكم حياه صحيه خاليه من الامراض، ومستنيه اسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتس، واشوفكم في الحلقه الجايه على خير.